واقفة على الميزان كل يوم بتلاقي نفس الوزن، او كمان ساعات بتلاقي ان الوزن بيزيد بالرغم من انك ماشية على النظام بالظبط بقالك شهور، تخسي كيلو وترجعي تزيديه تاني ومش عارفة ان انتي تنزلي في الميزان. عارفة ايه المشكلة اللي موجودة عندك؟ هقولك دلوقتي. كملي معايا الفيديو للاخر هتفهمي بالتفصيل ازاي تقدري تعملي النظام من غير ما يكون قاسي، وكمان تقدري ان انتي تنزلي على الميزان كل يوم. اول حاجة بتعمليها وهو الغلط الكبير قوي اللي كلنا مش قادرين نوصل له ونفهمه لحد دلوقتي، ان انتي ما بتعمليش رياضة. وكمان في غلطة تانية، ان انتي فاكرة ان الرياضة لازم تكون شديدة قوي، لازم انزل جيم ساعة، اشيل حديد، احرق، اموت نفسي، انزل امشي 3 ساعات، اجري على البحر ساعة. لا، انت بتبدأي رجيمك، بتبدأي نظامك الصحي، بتاخدي نومك من 6 ل 8 ساعات، بتشربي المية بتاعتك لترين، بتبدأي الرياضة واحدة واحدة. يعني بتبدأي اول حاجة نص ساعة، ولو انت عندك مشكلة في المفاصل، خشونة في المفاصل، بتبدأي ب10 دقايق كمان. هتحرقي من اول اسبوع ومن اول يوم من اول لحظة. بتبدأي بنص ساعة مشي، بعد كده بتبدأي تخشي على ساعة مشي. خلصتي الساعة مشي بتبدأي تخشي على الكارديو اللي هتعمليه يا في الجيم يا في البيت. وانتي بتعملي الكارديو، يعني ايه الكارديو؟ يعني اعمل تمرين. تمرين يعني ايه؟ ابدأ امرن العضلة دي، الفخذ، ابدأ امرن العضلة دي، ابدا امرن عضلات في جسمي كلها، ابدا اشتغل على العضلات كلها واحده واحده. ابدا اتمرن واحس بالعضله واتمرن بالراحه، عشان العقل يبدا يستوعب ان انا بمرن العضله فيبدا يقوي العضله. وكمان مبقاش عملت مجهود على نفسي. يعني اما اجي مثلا امرن العضله دي، بمسك الدمبل الحديد، بعمل كده، ادي واحد، واشد كده بالراحه. تمام؟ انت المفروض بتخسي عكس الجاذبيه، يعني مش دي اللي بتخسسك، لا دي الطلعه دي. بس اشدها ايه؟ بالراحه. 2، تمام، 3. اول ما ابدا احس بالوجع في العضله، يبقى انا كده بدات احرق. ابدا اعد بقى من اول ما اتعب، من اول ما العضله تبدا تتعب تبداي تعدي، هو دوت الحرق بتاعك. تعدي ايه؟ عدي 5 بس، وابدأي زودي بعد اسبوع. تمام؟ بتعملي فرق بين كل تمرينه، يعني كل 5 عدات من بعد التعب والتمرينه التانيه اللي بعديها 30 ثانيه ترتاحي فيهم، مش كله ورا بعضه ورا بعضه. تمام؟ لما بيحصل معاكي شد في العضله، هو اللي هو تمزق العضلات، اعرفي ان انت كده بداتي تحرقي، بداتي تمزقي العضله. ده الوجع اللي انت بتحسي بيه بعد التمرين. كده بداتي تبني عضلات جديده قويه. كل ما كانت العضلات الجديدة القوية اللي بتطلع ديت اكتر واقوى واحسن طبعا من الاول، هتزود معاكي الحرق، وهو دوت اللي هيخليكي تخسي فعلا كويس. ده بيحصل من كل حاجة انتي بتعمليها، حتى لو مشي نص ساعة، حتى لو جري، حتى لو نط في المكان، بتجري الدورة الدموية. ما بيعملش عضلات بس بيجري الدورة الدموية في الجسم. لازم تحركي الجسم، ترجيه شويه، مش كله قاعده وراحه على الكنبه واصل هعمل النظام الغذائي بتاعي وهخس وانا قاعده مرتاحه. لا، لازم تبذلي مجهود ومش متعب، لان الجسم لو تعب قوي مش هيحرق برضه. دي بقى ميكانيكيه في الجسم انا عايزه افهمها لك النهارده. جسمك لو حس بارهاق شديد بيخش في حالة المجاعة، starvation. يعني ايه؟ يعني يروح جري يقول للمخ الحق، ده بيتعبني قوي، ده هيموتني، قلل الحرق خالص واحتفظ لي بايه؟ بالدهون اللي موجوده عندي دي. فتلاقي نفسك ثابت على الميزان. طب انا موت نفسي في الرجيم وهاري نفسي وتعب نفسي ونظام غذائي. ما هو انت عشان كده. لا، مش مطلوب منك الافوره ديت في التمرين. كل ما كان تمرينك بالعقل زي ما فهمتهولك، نص ساعة، بعد ما تخلص نص ساعة وخلاص هتنزل على الميزان، تقعد شهر 2 3 لحد لما تلاقي الميزان خلاص وقف. ابدأ زود ل3/4 ساعة لما الميزان يقف. بس ده مش هيحصل دلوقتي، هيحصل بعد كتير.
لازم تسمع لجسمك، تفهم هو بيحرق ازاي. لقيت جسمك وقف على الميزان، اعرف ان انت بتعمل حاجه غلط، اراجع نفسي انا بعمل ايه. تمام. عايزه الطبق السلطه يكون موجود في اكلاتكو التلاتة، مش اكله واحده، عشان تمد جسمك بالفيتامينز المهمه ليك. لازم يكون عندك الافوكادو عشان الدهون الصحيه، لازم يكون عندك المكسرات عشان الدهون الصحيه. لازم طبق السلطه كمان يبقى موجود فيه البنجر. البنجر ممتاز جدا ومصدر مهم جدا للحديد، وهيخليك تخس كويس قوي. لان معظم الناس اللي بتيجي تخس بيبقى عندها انيميا. ما يغركش ان شكل الجسم تخين قوي، لا، هو بيبقى عنده انيميا كمان، وتلاقيه مهبط تعبان. لازم تعمل تحاليلك قبل ما تبدا تخس عشان تعرف تحليل الدم، عشان تعرف انت عندك انيميا ولا لا. عندك انيميا لازم تاخد حديد. لازم تزود في اكلك الاكلات اللي فيها حديد. عندك البنجر ممتاز جدا. كل الحاجات اللي بتسود زي عندك الموز، عندك التفاح. مش عايزاكوا تنسوا ان ان ابل اداي كيبس دكتور اواي. يعني لو كلت تفاحه واحده حتى في اليوم بس هتخليك بعيد عن كل الامراض، هتبعدك عن الدكاتره، ومهمه جدا لصحه القلب. طول ما انت محافظ على عضلاتك هتقدر ان انت تنزل في الميزان. احافظ على عضلاتي ازاي؟ بالاكل الصحي. ان انا بعد التمرين لازم اكل بروتين. اكل بروتين ازاي؟ بيض، يعني هكون محضره بعد ما اخلص تمريني اكلي علشان ما ارجعش اكل الاخضر واليابس. هكون محضره بيضتين وطبق السلطه بتاعي. بلاش كارب بالليل، بلاش بالليل قبل ما تناموا ب4 ساعات كارب، بلاش. خلي البروتين مع الخضار بالليل. خلي الكارب بتاعك موجود الصبح عشان انت اوريدي بتحرق الصبح. بالليل بلاش كارب. خلي يعني بعد التمرين خلاص انت اتمرنت وخلاص فاضلك 4 ساعات عشان تنام، هتاخد بيضتين وهتاخد طبق ايه؟ السلطه بتاعك. تمام. هتاخد معاهم كمان كوبايه زبادي حلوه كده جميله. ممكن تاخد كوبايه زبادي مع تفاحه. المهم لازم تاخد بروتين. ممكن تاخد قطعه لحمه مع الخضار، ممكن تاخد قطعه فراخ مع الخضار، ممكن تاكل تونه مع السلطه برضو ممتازه جدا بعد التمرين. تعالوا نسال احنا دلوقتي. دي حاجه، ده الاكل. تاني حاجه اللي عشان تخس وتبني عضلات لازم النوم الصحي من 6 ل 8 ساعات. ولازم خلال ال6 ل 8 ساعات دول تخش في الديب سليب، يعني تحس ان انت نمت نوم عميق جدا عشان تقدر تنزل على الميزان، عشان كمان تقدر تبني عضلات. لازم تالت حاجه بقى طبعا اللي هو ايه؟ التمرين. يبقى اكل، نوم، تمرين يساوي ايه؟ عضلات قويه، يساوي حرق، يساوي تنزل على الميزان. لازم كمان تعالج حاجه مهمه جدا عشان وانت بتبني العضلات تقدر ان انت تنجح. لازم تقلل الاسترس الموجود عندك انت جواك نفسيا. كلنا عايشين في ستريس، كلنا عايشين في ضغط، بس لازم نتعامل مع الاسترس ده بشكل مختلف شويه. يعني انا عندي ستريس بسبب المصاريف، بسبب الولاد، جوزي مزعلني، مراتي مضايقاني، الشغل عندي مضايقني، whatever، بعد الشر حد قريب مني تعبان. لازم اتعامل مع الاسترس ده مش بشكل سلبي، بمعنى ان انا ستريس اروح اجري على الشوكولاته، اجري على البيتزا، اجري على الجانك فود. لا، انا هتعامل معاه بشكل ايجابي. بمعنى ايه؟ هجيب نوته وافرغ فيها طاقاتي السلبيه، هنزل اعمل تمرين، همشي، هفضي، افرغ الاسترس دوت. تمام. هشرب مشروبات تهدي زي النعناع، اليانسون. المشروبات دي حلوه جدا وبتهدي الجسم، بالذات اليانسون ممتاز جدا في موضوع تهدئه الاعصاب. عايزه اقول ان الليمون مش بيهدي الاعصاب، عشان تهدي الاعصاب محتاج تشرب كميات ليمون كبيره جدا. يبقى انا لازم اتعامل مع الاسترس بشكل ايجابي. اكلم حد من صحابي يكون قريب ليا افضي معاه هذه الطاقات السلبيه. لازم اقعد افرغ طاقتي من غير ما اكل. انا باكل وقت وجباتي فقط، لكن انا ما ينفعش افرغ طاقه الاسترس بتاعتي في الاكل. عايزه اتكلم عن كمان حاجه. يعني مرضى السكر هم ما بيعرفوش يبنوا عضلات قوي، يعني زي الناس اللي عاديين. دي مشكله عندهم شويه.
مرض السكر النوع التاني احنا عالجناه خلاص الحمد لله بالتغذية العلاجية والالتزام بالاكل الصحي مع التمرين. بتقدر ان انت تبطل العلاج بتاعك، والموضوع بقى سهل دلوقتي جدا. مقاومة الانسولين كمان عالجناها بالتغذية العلاجية، سهلة جدا. اللي عنده مقاومة انسولين يكتب لي تحت في الكومنتس وزنه، اكتب له نظام غذائي يمشي عليه، وباذن الله هيتخلص من الكرش اللي مضايقه قوي. لان مرض مقاومة الانسولين الواضح دايما فيه هو محيط الخصر، بتلاقي محيط الخصر كبير، يعني عنده كرش من الاخر. فده اعرف طبعا عنده اسمرار في منطقة الرقبة، منطقة الابط، عنده شراهة دايما للاكل، يعني كريفنج دايما للحلويات، بيبقى جوع مستمر. الاعراض بتاعته واضحة جدا. هتقدر تعرف ان انت عندك مقاومة انسولين، وهتقدر ان انت تعالجها بسهولة جدا. اكتب لي بس في الكومنت وانا هساعدك باذن الله. لما بتبدأ ان انت تلعب رياضة بيبدأ الجروث هرمون عندك يزيد، فبتبدأ ان انت تقلل احتياجك من السكريات. يعني جسمك مش هيبقى محتاج سكريات زي الاول اللي هو السكر الابيض. بتاخد السكر بتاعك عن طريق ثمرتين فاكهه بس في اليوم، وهو ده اللي جسمك محتاجه، مش محتاج اكتر من كده ابدا. بتاكل ال3 وجبات عشان تخلي برضو الجروث هرمون عندك يزيد. لو قعدت تاكل 5 وجبات الجروث هرمون مش هيزيد، بالتالي مش هتقدر تعمل عضلات، بالتالي هتبقى في عندك مشكله. لازم يبقى في شويه جوع، مش بقول جوع يعني مجاعه، مش جوع، مش مجاعه، مش ستارفيشن، لا، بس لازم يكون في شويه جوع. يعني اكل هما 3 وجبات بس، مفيش حاجه اسمها واحد يجي يقول لك كل 5 وجبات. انت طول اليوم مشغل المعده دي هترتاح امتى؟ يعني هتبدا انت تحرق في الدهون اللي متخزنه دي امتى؟ طول ما انت عمال تدخل للجسم اكل، ما هو بيحرق في الاكل اللي انت بتدخله ده، كمان مش ملاحق يحرقه اصلا، وهيعمل لك امساك، وهيعمل لك اسهال، يعمل لك انتفاخ، هتلاقي بطنك منفوخه عماله بتطبل، نفسك ضيق، مش قادر تتحرك. 3 وجبات فقط، ممنوع ازيد من 3 وجبات. عرفت تخليهم وجبتين برافو عليك، والباقي مشروبات، ممتاز جدا. قبل النوم ب4 ساعات ممنوع اكل نهائي. طيب انت دلوقتي رحت الجيم وعايز تلعب، اول ما اخش على الحديد كده مره واحده؟ لا، انت لازم تاخد من 5 ل10 دقائق قبل ما تلعب تسخين. لازم تسخن عشان ما يحصلكش مشكله، يعني مزق في العظم، يحصل يعني بيسموها ايه، الجزع، يعني شرخ في اي عظم، اي غلط. لازم من 5 ل10 دقايق تسخين عشان ما يحصلكش اي مشكله في عظمك. مش بتكلم على العضلات هي لازم اصلا تتقطع عشان يتبني عضلات جديده، انا بتكلم على العظم. لازم تشتغل صح، لازم اللي يكون معاك كوتش، علشان الحركه الغلط اصلا في التمرين مع شيل كمان الحديد ممكن تعمل مزق في عضلات الظهر. في السكوات بالذات بتبقى مشكله كبيره جدا، في اي لعبه بتبقى مشكله كبيره جدا. لازم يقول لك ازاي تتحرك في السكوات، بتطلع وتنزل ازاي علشان ما يحصلكش مزق. تمام، تحصل لك مشكله تلاقي نفسك وقفت ولا عرفت تكمل اي حاجه، لازم تبقى ماشي صح. طبعا الشباب الصغيرين غير الكبار اللي فوق ال50 سنه، بس برضو الموضوع مش للدرجه دي. يعني متقولش انا كبير مش هعرف احلق. طبعا الشباب الصغيرين سهل جدا ان هم يبنوا عضلات. الكبار احنا نقدر نبني برضو عضلات، وبنبني فعلا، وبس مع الاستمراريه. يعني بيبقى الفرق 10%، بس مش اللي هو خلاص 90%، فمش هقدر، ده انا الموضوع صعب جدا عليا فمش لا، في طبعا وتقدر وتعمل كل حاجه. ومع عمرو دياب ما شاء الله شباب، ويعني شباب اكتر من الشباب اللي موجودين كمان. الكتله العضليه في جسمك هي من تلت لنص جسمك، يعني هي اللي جسمك بيعتمد عليها في عمليه الحرق. لازم تبدا دايما تكبرها وتخليها في اجود حالتها علشان تعلي عمليه الحرق. النهارده كنت معاكم وفهمتكم اهميه اللعب، اهميه الرياضه. نو بين نو جين. لو ما تعبتش مش هتوصل للهدف بتاعك اللي انت عايزه، مش هتخس على الميزان. لازم تبذل مجهودك، لازم تاكل اكلك الصحي، لازم تاخد البروتين بتاعك، لازم كمان تاخد فيتامين د من الشمس، كل يوم تمشي نص ساعه في الشمس. لازم تعمل تحليل فيتامين د عشان تعرف، واغلبنا بيبقى بيخسش لان عنده نقص فيتامين د. اعمل تحليل فيتامين د، ولو لقيت عندك نقص خد اقراص بتاعت فيتامين د مع المختص بتاعك مش من نفسك، لان طبعا بيبقى ليها جرعات بنقلل وبنزود فيها لحد ما بيوصل
المعدل بتاع فيتامين د في جسمك للمعدل الطبيعي، بتلاقي نفسك الحرق بيبدا يزيد ساعات كتير جدا. حالات الحرق بتاعها بيبقى واقف بسبب نقص فيتامين د، لان مش بتتعرضوا انتوا للشمس خالص. فيتامين د مش موجود في الاكل يا جماعه، وده السر اللي انتوا مش عارفينه. فيتامين د موجود في الشمس اللي ربنا خلقها. يعني طبيعي ان انت تنزل كل يوم، وانت حتى رايح شغلك امشي، ما تروحش بالعربيات، ما تروحش بتاكسي، امشي نص ساعه اتعرض للشمس. ما تعرضتش للشمس لازم تاخد فيتامين د الاقراص، لانه مهم جدا عشان العظم، عشان خشونه المفاصل اللي بتحصل ديت نتيجه نقص فيتامين د. بنروح شغلنا واحنا راكبين التاكسي فما فيش شمس خالص، فنقول بعد كده حصل لنا خشونه في المفاصل، ما هو من نقص فيتامين د. النهارده كنت معاكم، واتمنى اكون احط الموضوع كله من كل النواحي. وطبعا هنزل لكم تاني فيديوهات جديده عن كل حاجه تخص الرجيم، لحد ما نوصل باذن الله للرشاقه والجسم الكيرفي للبنات، والعضلات المعضله للرجاله باذن الله. وهنتخلص من الكرش، وهنتخلص من مقاومه الانسولين، هنتخلص من السكر النوعي التاني باذن الله. مريض الضغط هيبقى افضل باذن الله بكتير جدا. هتقدروا باذن الله ان انتوا مع التغذيه العلاجيه تبطلوا الادويه لو المرض لسه في اوله. حافظ على نفسك عشان ما توصلش لمراحل اللي هي فيها امراض الضغط والقلب. كل الامراض دي زادت دلوقتي، والكوليسترول بقى بيجي عند الشباب اللي عندهم 20 و30 سنه، ودي كارثه كارثه بجد. يعني كان زمان بيجي اللي عندهم 60 70 سنه، دلوقتي بقى بيجي للشباب الصغيرين. دي كارثه طبعا بسبب اكل السكر، الشوكولاته، الجانك فود، المقليات، كل الحاجات دي هي اللي دمرت الشباب. بقى دلوقتي السرطانات بقت منتشره في السن كمان الصغير، ما كناش بنسمع عنها زمان الا في السن الكبير جدا. يعني السن ال50 وال60 وال70 كمان دلوقتي بقت بتيجي اصلا للشباب الصغير يعني عشرينات كمان. والله بشوف حالات كتير جدا بسبب الاكل والتغذيه الصحيه الغلط. التغذيه ممكن توصلنا لحياه صحيه جميله، تقدر تعيش عمرك كله لحد 90 و100 سنه كمان باذن الله، وتبقى من المعمرين، وكمان بصحه جيده من غير ما تحتاج ان انت حد يشيلك. دي مشكله كبيره جدا. يعني لازم تخلي بالك ان انت بعد كده هتبقى ايه، هتبقى ازاي، هتبقى عامل ايه. انت دلوقتي رجليك شايلاك، بس بعد كده لو انت مش متغذي صح هتحتاج حد يشيلك. لا، انا لازم اتغذى صح من دلوقتي، احافظ على صحتي، الاقي لنفسي ساعه واحده بس في اليوم اعمل فيها التمرين بتاعي، اهتم فيها بكل حاجه تخص صحتي. التوتر بتاعي لازم انام نومي الجيد، لازم اشرب ميتي. كمان عايزه اذكركم ان الميه مش لازم تكون ميه، لا، الميه انت بتاخدها عن طريق اكلك برضو. لو انت اكلت شمام، بطيخ، خيار، كل الحاجات دي بتحتوي على الميه. خوخ، اكلت اللحمه، الفراخ، كل الاكلات ديت بتحتوي على ميه. كل اكلنا بيحتوي على ميه. يعني لما تحس بالعطش اشرب، لان جسمك محتاج. زي ما بتحس بالجوع بالظبط بتحس بالعطش. الجسم بيديك اشارات دايما، انا محتاج ده، روح عليه. لما جسمك محتاج حاجه حادقه، روح كل حاجه حادقه. هو فعلا محتاج. هتلاقي فيه ساعتها نقص في الصوديوم في الجسم. جسمك محتاج ميه، روح اشرب. محتاج اكل، روح كل، بس كل الاكل الصحي. ما تسيبش نفسك تجوع قوي، ما تتعبش نفسك قوي في التمرين. كل حاجه اعملها بالمعقول. لقيمات يقيمن صلبك، يعني ناكل كميات قليله، ما ناكلش كميات كبيره. طبعا لازم يبقى صغير، نقسمه نصه الخضار بتاعنا، ربعه البروتين، ربع الاخير الكارب، يعني نصه خضار او سلطه، ربع البروتين اللي هو اللحمه، الفراخ، البيض، تونه، كبده، كفته، السمك جميل جدا. ويا ريت نخلي البروتين بتاعنا من السمك على الاقل مرتين في الاسبوع. التونه ما تزودوش عشان الزئبق اللي فيها مش بيبقى مفيد للجسم وغلط وسام. يعني مره واحده الاسبوع لو اكلتوها. الربع الاخير من الطبق بيبقى طبعا الكارب بتاعك. افضل الكارب يكون نضيف، يعني يا رز يا بطاطس يا بطاطا، افضله طبعا. عندك الشوفان ممتاز برضو جدا. تمام. النهارده كنت معاكم وكلمتكم عن الرياضه باستفاضه. هكلمكم تاني، الرياضه بحرها واسع جدا. هكلمكم كمان عن المكملات الغذائيه اللي انتم المفروض تاخدوها في الجيم لما تروحوا وتبقوا متعمقين في الجيم وتبقوا ابطال باذن الله كمان. لسه دي مرحله قدام شويه، احنا لسه بنبدا
ولسه اول خطوه لينا، بس هنكمل لان المشوار بقى طويل ومش سهل ان انت تمشي المشوار في اسبوع ولا 2 ولا 3 وتخس. لا، انت عايز يجي 20 كيلو استحاله هتنزلهم في اسبوع و2 ولا 3. انت في الاسبوع بتنزل كيلو واحد دهون. انت بطل قوي، نزلت 2 كيلو، يعني من كيلو ونص ل 2 كيلو، بطل قوي وخلاص، يعني عامل كل حاجه صح بيرفكت، بتنزل 2 كيلو. مفيش حاجه اسمها انزل 4 و5 كيلو. 4 و5 كيلو ده ممكن يحصل في اول اسبوع، بس بيبقى ميه مش بيبقى دهون. حاجه تانية عايزه اتكلم فيها، الخلايا الدهنيه لما بتيجي تتفرغ، عشان كده احنا بناخد وقت في التخسيس. انا خلاص انا فرغتها من الدهون، تمام، خسيت الكيلو. تعالى الاسبوع التاني والتالت والرابع لو رجعت تاكل تاني، الخليه دي فاضيه ومتعطشه انها تملى دهون من تاني، بتبدا اي اكله حادقه انت اكلتها تروح معبيه ميه، تمام، هي لسه محتفظه بحجمها، لسه ما تقلصتش. فخلي بالك ما تاكلش قوي، يعني تفضل ماشي على نظام عشان الخليه دي تبدا تتقلص، فتبدا ان انت بعد كده يعني بعد 3 4 شهور تعالى كل، لا هي خلاص تقلصت، لكن تعالى كل بعد اسبوع 2 هتلاقيها نفشت على ساعتها، ملت الدهون تاني في ساعتها. عشان كده الرجيم لازم ياخد وقته، ما تجيلكش احباط لما انت مشيت اسبوع 2 3 لسه ما نزلتش الكتير ال 20 كيلو اللي انت عايزهم، فتبدا تاكل، فتبدا هترجع من تاني، لسه الخليه ما تقلصتش يا جماعه. لازم تدوها اقل حاجه 3 شهور، امشي 3 شهور 6 شهور، ما انت قعدت تاكل بقالك سنين، 5 6 سنين بتاكل ومبسوط. ما تحاول ركز في الاكل الصحي الجميل، حاول تخلي اكلك جميل يفتح نفسك تحبه، زود على سلطاتك حاجات تفتح نفسك زي مثلا البنجر، زود التفاح، زود بيحطوا الرمان فوق السلطه، زود الافوكادو، طماطم، خيار، خس، جرجير، خلي السلطه شكلها حلو وجميل عشان تفتح نفسك عشان تقدر تكمل شهور. تمام، فاهميني؟ اعمل الفراخ ما تعملهاش مسلوقه، لا اشويها، حط لها توابل، التوابل حلوه جدا وبتعلي معاك كمان الحرق. زود توابل حلوه قوي على الاكل عشان تخلي الاكل طعمه حلو، اقدر اكمل كميات وقت طويل. انا عايزاك تتعود على ان انت تاكل اكل حلو وتستقر عليه عشان تقدر تكمل عليه شهور، لسه قدامك شهور. تمام. مشوار يعني سهل بالنسبه للي عنده اراده وعايز وخايف على صحته فعلا. ما تنساش ان انت لما بتاكل اكل غير صحي بتحس بالندم بعديها، وبتحس ان انت قاعد تعبان مش قادر تقوم من مكانك، نفسك ضيق، مش عارف تنام، عندك ارق بالليل، كل الحاجات دي بتحسها. غير ان بيحصل بعد كده زياده في الكوليسترول، الضغط، امراض القلب بتزيد طبعا، تجلطات، بيزيد معاك السكر، بيزيد، بيعمل مقاومه انسولين. كل ده بيحصل معاك لما بتوصل لمراحل السمنه المفرطه. وفي شباب مننا بيحصل لهم يعني الشر طبعا عليكم، امراض سرطانات وحاجات مش كويسه خالص نتيجه الاكل الغير صحي. خافوا على صحتكم، الموضوع سهل وبسيط. كان معاكم الدكتور شيرين ابراهيم نصر، اتمنى اكون فدتكم وهفيدكم تاني باذن الله، لحد ما نوصل كلنا لمراحل الرشاقه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنا لما بنبدأ نعمل الرجيم بيبقى عندنا أخطاء واضحة قوي. أول حاجة بتعمليها ان انتي بتجوعي نفسك وتفكري ان انتي بالشكل دوت بطلة قوي وهتوصلي لأقل نزول، في يعني هتبقي في أقل وزن ليكي عن طريق ان انتي تجوعي نفسك. طبعا ده خطأ كبير جدا ان انتي تجوعي نفسك. تاني حاجة لازم تعمليها هي الاستمرارية. بتعملي رجيم اسبوع 2 3 بتزهقي لانك اوريدي مجوعه نفسك وحارمه نفسك من الاكل، فطبعا بتبطلي رجيم. بتستخدمي نظام مش مناسب لحالتك. كل واحد فينا جسمه بيتبع نظام معين، ماشي على سيستم معين، لازم تكوني مع مختص عشان يعرفك ايه النظام المناسب ليكي. الطريقه دي مناسبة ليكي بس مش مناسبة لغيرك. تعالي نشوف الكيتو كده. كيتو جميل وبينزل كيلوات كتيرة قوي، بس هو مش مناسب لكل الناس، كل حالة ليها نظامها الخاص بيها. لازم الدكتور بتاعك هو اللي يقولك على النظام بتاعك الخاص بحالتك الجسدية والنفسية، وخاص بنظام حياتك وروتين يومك وكمان نشاطك. ليه كل الدايتات اللي انتي بتعمليها بتفشل معاكي؟ على فكرة ده مش عيب فيكي، الموضوع ان انتي مش قادرة بس تفهمي جسمك
100%. في عندي حل سهل قوي، ان انتي تبدأي تركزي مع جسمك وتعرفي حقك بيبقى مع نظام ايه، مع اكل ايه، مع نشاط ايه اعلى حاجة، او بتخلي حد يساعدك زي مختص. لازم تحددي لنفسك دايما اهداف وتكون واقعيه. يعني ما ينفعش اجي اقول انا الاسبوع دوت هخس 20 كيلو. طبعا عمرك ما هيحصل لك كده، وهيجيلك احباط وهتبطلي رجيم وترجعي تزيدي تاني، لانك هتبداي تاكلي من تاني جانك فود واكل نون هيلثي فود. لازم يكون عندك دافع، وده لازم يكون في المقام الاول دايما من يومك. طول ما عندك دافع قوي ان انت توصلي للوزن بتاعك، عشان شكلي يبقى حلو، عشان هبقى هتعين في شغل معين، عشان عندي مناسبة معينة، عشان جوازي قرب، عشان خطوبة بنتي قربت، وتفر الدافع اللي يكون عندك دايما حطي لنفسك دافع، عشان حتى شكلي في الفستان اللي هلبسه بتاع العيد يبقى جميل. اكيد كلنا عندنا دوافع، لازم نحفز نفسنا دايما، ولازم نبدأ بأهداف تكون صغيرة. يعني لازم أبدأ أقول إيه، أنا هخس 3 كيلو، أنا هخس 5 كيلو بعدها، هخس 4 كيلو بعدها. مش هبدأ ب20 كيلو مرة واحدة عشان ما يجيليش إحباط. ولما يحصل تقدم في الحالة لازم تحتفلي بنفسك، وتجيبي لنفسك ترنج جديد وشوز كمان جديد عشان تبدأي تعملي رياضة وتزودي الحرق بتاعك. وصوري نفسك في خلال الرحلة عشان تبقي عندك الدافع الأقوى ان انتي تكملي دايما. لازم يكون عندك دعم مع صديق ليكي بيكون بيعمل نفس الرجيم عشان يشجعك. ما تروحيش ابدا للناس المحبطة اللي بيقعد يقولك بطلي بقى، كلي، وشك دخل لجوه، وشك اصفر، شكلك عامل كده ليه، انتي خسيتي قوي. قولي انا خسيت وبقيت في صحة افضل، بقى جسمي شكله احلى، بقى يعني انا افضل، انا احسن. ايه خسيتي؟ انا افضل ان انا خسيت. وردي على الناس وقولي ما ملأ آدم من وعاء شر من بطن حسبك يا ابن آدم لقيمات يقيمن صلبك. إن الأكل دايما ربنا خلقهن عشان يقيم صلبنا، مش علشان نفضل ناكله بشراهة طول الليل والنهار وناكل بالخمس وجبات. لازم تخلي الطعام ثلث بس، والثلث التاني للشراب، والثلث التالت للنفس. ما يحطش التلات تلات كلهم اكل واحس ان انا مش قادر اتنفس، مش قادر اتحرك، عايز انام، عندي خمول، معدتي تعبانة، عندي امساك، يحصل بعد كده مشاكل في القلب ومشاكل في المفاصل بسبب زيادة الوزن والسمنة. تعالوا نتكلم عن الحرق، انا هعليه ازاي؟ طب في مشروبات جميلة جدا وبتعلي معاكي الحرق، زي اول حاجة الشاي الاخضر، تاني حاجة القرفة بالجنزبيل، تالت حاجة خل التفاح، وده بتاخديه بالشاليمو، وطبعا بتخففيه بمية عشان ما يأثرش على اسنانك. ايه عايزة تسدي الشهية بتاعتك وشهيتك عالية قوي، هتعملي ايه؟ هتاخدي بذور الشيا او الشوفان، معاكي كمان التفاح الاخضر. كل الحاجات دي بتسد معاكي الشهية وممتازة جدا. بذور الشيا ليها طريقة جميلة قوي لما بتتحط على الزبادي. في ناس بتعملها بالمية زي المهلبية كده وتحطها في التلاجة وبتحط عليها سكر دايت وبتاكلها، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. تعالوا نتكلم بعد سن 45 بتتغير مستويات هرمونات الجسم، فبيقل الحرق عندنا. بس ده مش معناه ان احنا هنبطل وخلاص مش هيحصل عندنا حرق ابدا، لا طبعا. مع الرياضة، مع الكتلة العضلية الحرق بيزيد. ولو حرقك بعد 45 قل شوية، فهو قل شوية بسيطة جدا، يعني لا تتجاوز اصلا 10%. مش معناه ان انت تحبطي، وممكن تبقي في 45 وصحتك احسن كتير قوي من اللي في العشرينات، لانك بتعملي كتلة عضلية، لانك بتعملي رياضة، لانك محافظة على اكلك، لان جسمك كويس. تعالوا نمشي على قانون لذيذ قوي هيفرق معانا، وهو قانون 3-3-3. اول 3 فيهم هي 3 وجبات صحية خلال اليوم، تاني 3 فيهم هي 3 لتر مية كل يوم،
تالت 3 فيهم هي 3 ساعة حركة أسبوعيا، يعني 3 ساعات في الأسبوع. يعني في خلال ال7 أيام هتعملي 3 ساعات. حاولي كل يوم نص ساعة، حاولي تقسميهم. لو عملتي 3 أيام في الأسبوع كل يوم فيهم ساعة، تمام، حاولي تقسميهم. تمام. خلي دفتر عندك دايما اكتبي فيه وزنك كل يوم واهدافك والدافع اللي انت عايزه توصلي له. صدقيني ده هيفرق معاكي جدا، ان انت كل يوم هتحسي ان انت فعلا عملتي انجاز، حتى لو الانجاز دوت كان 1%. الامتناع عن الاكل هو احلى حاجه تعمليها عشان تخسي. لما تحسي ان انت زودتي ولخبطتي وكلتي اكله خارج النظام بتاعنا خالص، تمنعي وجبة بعدها خالص، وتشربي مية كتير ومشروبات زي نعناع، ينسون، كركديه، وطبعا من غير سكر. لازم تستبدلي الحلويات بالفواكه. الفواكه هي السكر اللي انتي طبعا نفسك فيه وهتتجنني عليه، فمش همنعك منه، لازم تاخديه طبعا، وهتاخديه في الحلويات لو انتي مش مريضة سكر. طب تعالوا لو انت مريضة سكر من النوع التاني، في ناس تقولك ايه بقى، اصل خلي السكر صاحبك. حرام، هو ده صاحب؟ ده صديق سوء. السكر الابيض هو سم بيدخل لجسمك، لازم توقف السكر. اول حاجة لازم تكون عندك عزيمة قوية جدا. تاني حاجة لازم تمشي كل يوم نص ساعة. تالت حاجة لازم نومك يكون من 6 ل 8 ساعات بالليل وتخش في الديب سليب. رابع حاجة لازم تقلل التوتر. تمام. ولازم تعمل كمان سكر تراكمي عشان تعرف السكر بتاعك كام. الحل ان انا اريح جسمي من استخدامه للانسولين عشان يبدأ السكر يتظبط معايا. فلازم ان انا امنع السكر علشان اقلل شوية من استخدام جسمي للانسولين، فيبدأ السكر يتظبط معايا. البدايل الصناعية للسكر بتجهد البنكرياس جدا. عندك المايونيز والكاتشب والصلصة، كل دي حاجات بتتعب الجسم جدا، خصوصا لما بيكون عنده سكر. الفواكه المجففة غلط، العسل الابيض غلط، التمر الكتير غلط، الفواكه غلط بالنسبة لمريض السكر. لازم تقلل كل الحاجات ديت علشان تقلل استخدام جسمك للانسولين، عشان السكر يظبط عندك وتشفى منه نهائيا. والكلام ده يكون من 3 ل 6 شهور لحد ما السكر التراكمي بتاعك يوصل لمعدله الطبيعي بإذن الله، اللي هو من 4 ل5، وهو ده السكر التراكمي الطبيعي بإذن الله. وده هيحصل من 3 ل 6 شهور لو اتبعت التعليمات ديت. طيب كمان تبطل ايه؟ البقوليات زي العدس، اللوبيا، الفاصوليا. تبطل كمان ايه؟ البطاطا والبطاطس والشوفان. تبطل ايه كمان؟ العيش. تبطل ايه كمان؟ المكرونة. خلي اكلك كله صحي. طب الحل في ايه؟ الكروميوم بيحسن حساسية الانسولين، بيخلي الخلايا متعطشة ان هي تاخد السكر من الدم. عندك كمان الجرجير، البامية، كل يوم كل بامية. القرفة بتحسن مستوى السكر في الدم. خلي التفاح، وطبعا مش يعني ما تنسوش ان انتوا لازم تشربوه بالشاليمو. ربنا خلى الانسولين ده موجود في الجسم عشان يخلصنا من السكر. الانسولين بيجي دايما من البنكرياس. لازم نقلل من طلوع الانسولين في الجسم علشان نعالج مرض السكر. من كتر استخدامه بيحصل له ريزيستنت، فيحصل انسولين ريزيستنت، فيحصل بعد كده مرض السكر. تمام. له علاج وتم الشفاء منه في حالات كتير جدا بتتعالج بالرجيم بس. طيب ايه هي مضاعفات مرض السكر؟ لو السكر علا معايا يعني هيحصل ايه؟ ما انا اقعد اكل سكر وانبسط؟ لا. لو السكر علا بيحصل ان العين بتضعف، الشبكيه بتضعف، بيحصل فشل كلوي، الاعصاب بتتلف، تلاقي بيتهز، ايديه بتترعش كده، بيحصل التهاب في الاعصاب الطرفيه. كمان بتحس ان الايد والرجل منملين، ما انتش حاسس بجسمك. ليه؟ يعني سهل جدا ان انت تمشي على نظام غذائي بدل ما يحصل معاك المضاعفات الصعبة دي. الحل ايه؟ نشيل النشويات خالص، السكر زيرو، ممنوع فواكه، تمام، كل لحوم وكل دهون. الكيتوجينيك دايت حلو جدا لمرضى السكر تايب 2.
ممتاز وهيعالج معاكم السكر. اتبعوه يا جماعة لفترة لحد لما توصلوا للعلاج بإذن الله، ولحد ما توصلوا ان السكر التراكمي يبقى من 4 ل5 بإذن الله. البروتين والدهون اهم حاجة في مرض السكر، تخلطوا دايما البروتين مع الدهون، هو اكلكم الصحي، لكن النشويات مش اساسي خالص ان انت تاكلها. علاج السكر عدم استخدام الانسولين زي ما فهمتكم. طيب تعالى كده، لو حد ضغط عليك وقالك تعالى كل شوكولاتة هتعمل ايه؟ ممكن ترد بردود ذكية جدا، وهي والله نفسي بس انا مأجل شوية. طيب انا هاخد واحدة بس بعدين. انا عامل تحدي مع نفسي اليومين دول وبظبط اكلي شوية عشان العيد جاي والبس اللي انا عايزه. مليون طريقة ممكن ترد بيها على حد غلس قوي وبيعرض عليك شوكولاتة او اكل نون هيلثي فود. دي حركة ذكية، وامسك في ايدك فنجان قهوة، شاي، عصير، خليك دايما مشغول بحاجة تانية ما تكونش تتعب صحتك وتكون مليانة سكر. كده هتقلل ان حد يعرض عليك الشوكولاتة والحاجات اللي هي الشيبسي والحاجات اللي هي ممكن تتعب ايه جسمك. يعني حتى لو في العيد ناس كتير تقعد تقول لك اصل سيبك من الرجيم، فوالله يعني انت المفروض ترد وتقول لهم ايه، ردود بسيطة كده وجميلة وسهلة وهتسهل عليك الرجيم بتاعك. قول انا مستمتع والله بس بعقل، مش لازم اكون مستمتع بالاكل اللي هو بيتعب جسمي، مش عايز ارجع اندم تاني بعد العيد، هو يوم عيد بس انا كمان عايز افرح بنفسي، بس سهلة جدا. طيب اهم 3 حركات تخليك مسيطر قوي ايه؟ تمسك في ايدك دايما كوباية قهوة او شاي او عصير تكون عامله من غير سكر او بسكر دايت، تقعد بعيد شوية عن الطبق اللي مليان كحك او شوكولاتة او بسكوت او شيبسي او حاجات نون هيلسي، خليش دايما الحاجة دي قدام عينك عشان ما تضعفش. تمام. كل قبل ما تنزل من البيت عشان ما تضعفش وتطلب اكل في المطعم ملوش اي علاقة بالدايت بتاعك. اهم حاجة مش كل مرة تاكل فيها شوكولاتة او اكل نون هيلثي فود ان ده معناه فشل واستسلام وتروح مبوظ كل حاجة، لا، اقف ونقطة وكمل عادي جدا ولا كأن اي حاجة. امنع الوجبة اللي بعدها واشرب مية كتير وعصائر ومشروبات ساخنة، كأن خلاص هيقف، يعني ابسط حاجة ان الميزان هيثبت وترجع بعد كده تنزل عادي جدا ولا كأن اي حاجة. لو لخبطتي وكلتي زيادة تعملي ايه؟ زي ما قلنا هتشربي مية كتير، هتمشي نص ساعة، هتتخطي وجبة، تاني يوم ممكن تعملي يوم 1 كيتو، هتخسي كمان على الميزان. طيب انت قاعدة وبتستمتعي بس بحدود، ولو انت في مناسبة او في عيد مش لازم تحرمي نفسك، بس ما تسيبيش اليوم كله يضيع، يعني حتى بوظي في وجبة واحدة بس. دايما تحطي جملة في دماغك وهي انا باكل اللي انا عايزاه، مش الاكل هو اللي بيتحكم فيا، فاهمة؟ يعني انت دايما اللي تتحكمي في الاكل، ما تخليش الاكل يسيطر عليكي، خليكي دايما شبعانة عن طريق ان انت تاكلي دايما طبق السلطة بتاعك عشان ما تضعفيش وتاكلي اكل نون هيلثي فود. ولو حابة اظبط لك 3 ايام قوليلي، عشان قبل ما يجيلك مناسبة او حتى يخش عليكي العيد او حتى الصيف وعايزة تغيري وتلبسي لبس جديد لازم تنزلي على الميزان اقل حاجة 4 كيلو، تعاليلي وانا اظبطهم لك. طيب مع تقدم السن بيقولوا الهرمونات بتنزل، الهرمونات فعلا بتنزل مع تقدم السن، وكمان الكالسيوم بينزل، والكورتيزول بيبقى عالي لما الكالسيوم بينزل، وبيحصل تعب في العظام. عشان كده احنا لازم نعمل نشاط وحركة وتغذية سليمة مع التقدم في السن، وننزل نتعرض للشمس عشان نزود فيتامين دي، وده بيساعد على امتصاص الكالسيوم ويساعد على ان العظام تبقى اقوى واقوى. الكالسيوم بيمتص حلو مع المغنيسيوم، والمغنيسيوم موجود في الخضار، يعني طبق السلطة اساسي. المعادن الناقصة زي الكبريت بتاخدها من المكملات الغذائية. البورون كمان مهم. فيتامين كاف 2 موجود في زيت كبد الحوت وفي الدهون الحيوانية، يعني موجود في اللحمة والفراخ. طيب كمان السيليكا موجودة في الشوفان والرز والموز والسبانخ. طيب هي الحلول؟ نتناول الفاكهة قبل الأكل علشان نتجنب
تخمرها. دايما حاولوا تتناولوا الفاكهة قبل الأكل بحوالي مثلا نص ساعة. تفاحة ممتازة جدا عشان تستفيدي بكل حاجة موجودة في الوجبة بتاعة الفاكهة ديت. تناوليها قبل الغداء، مش تحلي بيها بعد الغداء. اوعي تتناولي اي شيء بعد الوجبة نهائي. لازم صيام لمدة من 2 ل3 ساعات عشان يقدر الجسم يؤدي واجبه في عمليات الايض وخروج الغذاء، يعني عشان ما يحصلكيش امساك. لازم تدي فرصة لجسمك ان هو يجوع شوية مش كتير. 3 اكلات توقف نزول الوزن عندك هي ايه؟ العصاير اللي مليانة سكر، الاكل بين الوجبات، يعني اكل 5 وجبات ده غلط، هما 3 بس. قلة شربك للمية دي حاجة هتوقف معاكي الميزان على الاخر. لازم تشربي لترين ميه، وتحسبي كمان الميه اللي بتبقى موجوده في اكلك. لو اكلتي فاكهه، اكلتي شمام، اكلتي بطيخ، كل الحاجات دي مليانه ميه. لو عايزه تخسي بسرعه تابعي قناه دكتور شيرين ابراهيم نصر. لو عايزه تخسي رقمي موجود عندكم في الكومنتس، خشوا وابعتولي وزنكم وانا هعمل لكم سعراتكم الحراريه بالنظام بتاعكم المناسب لحالتكم. كان معاكم النهارده الدكتور شيرين ابراهيم نصر. اتمنى اكون فدتكم وهفيدكم تاني وتالت ورابع. هتعمل ايه علشان في المناسبات وفي الاعياد وفي الخروجات اللذيذة ما تلخبطش؟ هتعمل حاجة بسيطة قوي هكلمك عنها. تعالى تابعني تاني وركز معايا. همسك في ايدي اولا وانا قاعد في مطعم، هطلب شاي، قهوة، نسكافيه، حاجة تكون في ايدي عشان لما حد يعرض عليا جانك فود، شوكولاته، بسكوت، كحك، وتفر الحاجه ديت، اكون ايديا مشغوله وانا بشرب واقول لا شكرا. رد لذيذ قوي على اللي بيقول لي يا عم سيبك، هو احنا هنعيش كام مره؟ لا، هتروح ردد عليه وتقول له انا هعيش مره واحده بس هعيش بصحه. واوعى تفكر ان الاكل الصحي هو حرمان، بالعكس دي حياه صحيه انا بدات فيها ومكمل. ده كفايه ان انا بعد ما كنت باخد كل يوم العلاج بتاعي، انا خلاص دلوقتي بطلت ان انا اخد العلاج وعايش سليم، عايش بنشاط، عايش قادر اطلع السلم من غير منهج، عايش من غير ما يكون حد بيشيلني وانا عندي 90 سنة ولا في السنين المتقدمة. احنا دلوقتي مرض السرطانات انتشر جدا في الشباب الصغير اللي عنده 20 سنة، ودي كارثة مصيبة بسبب التغذية العلاجية اللي زي الزفت اللي الناس مش عندها اي وعي بيها خالص. كتر الدليفري اللي انتوا بتستخدموه طول اليوم عمال على بطال مع اولادكم، وكمان خليتوا اولادكم يستخدموه عن طريق ان هم بقوا بينزلوه على الموبايلات. دلوقتي الموضوع بقى منتشر قوي وبقى سهل. طول ما الولد قاعد يطلب سندوتش بطاطس مقليه، يطلب برجر، يطلب حاجات مقليه مش صحيه ابدا. ارجعوا ركزوا مع اولادكم وركزوا كمان مع نفسكم عشان صحتكم ترجع تاني زي ما كانت في الاول. عايزه افهمك ان انت لما بتكون متوتر بسبب اي حاجه في حياتك، ده بيحصل معاك ان انت العظم بتاعك كمان بتلاقيه بيتعب. مش بتلاحظ دوت؟ متوتر، زعلان، جسمي وجعني. تمام، ليه؟ لان بيحصل ان لما انت بتتوتر هرمون الكورتيزول كمان بيعلى في الجسم، فبيقل الكالسيوم اللي موجود في الجسم، فبيحصل حاجه اسمها اوستيوستيروزس، يعني تعب في العظام. الهرمونات بتاعه الاستروجين والبروجسترون، هرمونات الانوثه والذكوره، بتقل مع تقدم العمر، يعني بعد سن ال45. بس مش بتقل بالنسب اللي انت متخيلها. اصلا انا كبرت فحرقي قل، الكلمه دي مش بتسمعوها دايما؟ انت كبرت حرقك قل، بس قل ايه؟ قال يعني لا يتجاوز 10% عن الشباب لسه. فده مش معناه ان انت خلاص بطلت حرق، بالعكس لو نزلت الجيم ولعبت رياضة حرقك تاني هيبقى عالي، وتعمل عضلات، وممكن تعمل عضلات كمان، ويبقى جسمك ونشاطك احسن من اللي عنده 25 سنة وقاعد على الكنبة ما بيتحركش وعنده مشكلة في المفاصل وظهره وجعه وركبه تعباه وداخل في مقاومة انسولين. ممكن كمان السكر التراكمي بتاعه يوصل ل6.5
ويحصل له سكر بسبب لخبطة الأكل. بس انت ماشي صح، مش عشان انت كبير في السن ولا فوق ال45 فخلاص، لا بالعكس، فرصتك كبيرة جدا والنسبة لا تتعدى ال10%. تمام. دلوقتي كمان عايزة اكلمكم عن الانسولين ريزيستنت. طيب اللي هو ايه؟ اللي هو مقاومة الانسولين. كتير مننا دلوقتي بقى عنده حتة الوسط بالكرش دي مبقلظة كده. انا دلوقتي عايزه افهمك انت الحته دي مقلوظه ليه. لو انت المكان ده تخين، عندك كرش، عندك كناب كتير مش عارف تتخلص منها، بتعمل نظام مش عارف تتخلص منه، بس النظام مع نفسك مش مع طبيب مختص، عندك كمان معاها شراهه على الاكل، انت عندك انسولين ريزيستنت. كمان في عرض ثالث معاها، بيبقى فيه سواد في الرقبه هنا، سواد تحت الابط، كأن انت مش مستحمي، بيحصل زوايد جلدية كده خفيفة. كل الحاجات دي لو اتجمعت مع بعضها، روح اعمل تحليل مقاومة انسولين، هتلاقي عندك مقاومة الانسولين غالبا، هتلاقي نفسك عندك شراهة على الاكل طول الوقت مع انك لسه اكل. ده بيخليك توصل لمراحل سمنة عالية، لازم تتخلص من مقاومة الانسولين بالشكل ده، بنفس الطريقة اللي هتتخلص منها من السكر برضو النوع التاني. هو طبعا مرحلة قبل السكر النوع التاني، يعني لو ما خدتش بالك وركزت كويس وحاولت ان انت تتخلص من مقاومة الانسولين وتعالجها بالتغذية العلاجية والعادات الصحية اللي انت هتكتسبها من النوم، شرب المية، الرياضة، كل الحاجات ديت، هتلاقي نفسك دخلت على سكر النوع التاني. ولو ما خدتش بالك وفضلت برضو ملخبط في الاكل وانت عندك سكر النوع التاني، مش بس هتبقى بتاخد الجلوكوفاج او اي دواء سكر، لا ده انت هتوصل كمان لسكر النوع الاول وهتبتدي تاخد حقن انسولين. انا مش بخوفكم، بس الموضوع سهل وبسيط، بشويه تعليمات وشويه اكل انا همنعه، بتاع 3-4 شهور هلاقي صحتي رجعت زي الاول واحسن. ربنا قال ايه؟ لقيمات يكون جسدك، يعني مش مطلوب منك ان انت تبقى قايم من على الاكل واكل طبقك الصحي الجميل اللي هو فيه الرز بتاعك والفراخ او اللحمه والخضار بتاعك، وتروح رايح جايب سندوتش همبرجر مليان خس ومايونيز وصلصه وكاتشب. ليه كاتشب اصلا يعني؟ وتقعد تاكل مع البطاطس المقليه لازم مع صوص الرانش، ما هو طالع بقى دلوقتي مضاد كتيره يعني. ف وتفر ان انت اكلت الحاجات ديت او جبت كنتاكي فاكلت الفراخ في صوره غير صحيه، طبعا صوره مقليه، فطبعا دوت هيوصلك لمقاومه انسولين. كمان الاكل اللي بتاكلوه بالليل قبل ما تناموا، انت المفروض قبل ما تنام ب4 ساعات ممنوع اكل خلاص. انت كلت الصبح وجبه 2 3، عايز ايه؟ انت شبعان، بتدور ليه على الاكل تاني قبل ما تنام عشان قاعد تتفرج على التلفزيون وعايز تستمتع، مش جعان. طالما انت مش جعان مفيش حاجه اسمها انا عايزه استمتع بالاكل. انا بستمتع بالاكل في الوقت اللي انا باكله فيه، باكله بالراحه، بمضغه بالراحه، بهضمه في الفم، بهضمه في المعده، بيبقى الاخراج سهل لاني باكل اكل طبيعي سهل على المعده ان هي تهضمه. لما بقعد اكل والخبط في الاكل واكل كميات كمان عيش كتير، وهتلاحظ دوت لما تعملها يعني فوق ال5 ترغيفه والزياده وانت طالع، هتلاقي بيحصل معاك لخبطه في المعده ووعكه، وبتلاقي نفسك يعني حالتك خمول، قاعد عايز تنام، مفيش، مش عارف تمارس نشاطاتك، زيادة طبعا على الميزان، ده اكيد مؤكد يعني. وبعدين عايزة برضو افهمكم ان الزيادة على الميزان حصلت معاكم في سنين طويلة نتيجة اتباعكم لعادات غير صحية، مش هتخسرها في اسبوع ولا 2 ولا 3 ولا حتى شهر. لازم تتبع اقل حاجة في الرجيم بتاعك 3 شهور. ولو انت عايز تعمل وتقوي مع الرجيم بتاعك، مع النظام الصحي، مع الحياة الصحية، التخسيس بتاعك، وتنزل كمان اكتر لحد 2 كيلو كمان في الاسبوع، بتاخد بعد كده حقن التخسيس الميزو ثيرابي او المونجارو. كل الحاجات دي نزلت وبتتجرب، المونجارو بتتجرب دلوقتي في السوق، بس جايبه نتائج جامده جدا مع المرضى وبيجربوها وبينزلوا فعلا اوزان كبيره وعاليه جدا. بس عايزه اتكلم في حته بس على موضوع المونجارو. انا ما ينفعش اروح اخد ابر المونجارو وانا عندي الغده الدرقيه،
لازم ابقى عارفه ان جسمي صحيح علشان ابدا اخد الحاجات دي. لازم عشان مثلا اعمل حقن ميزو ثيرابي ما ينفعش ابقى مركب شرايح، ما ينفعش ابقى عندي ضغط، ما ينفعش يبقى في مرض قلب. تمام. الحاجات دي بتخلي يعني بتسبب ضرر طبعا للحاله كبير جدا. وطبعا ده انت عملته في جسمك من الاول. يعني زمان ما كانش بيجي لجدي وجدتك مرض السكر دوت الا بعد سن ال60. دلوقتي بيجي للشباب الثلاثينات. يعني بستعجب. السكر، ضغط، كوليسترول بيجي للثلاثينات ازاي؟ يعني ما كانش ممكن ابدا. الشاب ده معروف ان هو بيشتغل وبيحرق، ازاي وصل لانه يجيله كوليسترول؟ ده معناه انه ملخبط في الاكل جدا واخد كميات عاليه جدا من اللخبطه والدهون الغير صحيه والاكل نوعيات اكل يعني بيدخلها في حته مش بتاعتها. يعني زي البطاطس بناكلها في الصينيه، بناكلها مسلوقه بوريه، هو بياكلها بطاطس مقليه بالكاتشب والمايونيز. دمر يعني البطاطس الجميله الصحيه خلاها في حته تانية خالص، تدمر صحته. تمام. لازم تحافظوا على صحتكم، ودي اهم خطوه انت هتعملها عشان تتخلص من كل الامراض اللي انت وصلت لها. سهل جدا ان انت تتخلص من الكوليسترول بالعادات الصحيه الجميله دي، وسهل جدا ان الضغط بتاعك يتظبط حتى لو الضغط بتاعك عالي. وهتلاقي نفسك لو انت كمان سنك صغير كمان تقدر بسهوله جدا ان انت تتخلص من الامراض ديت وتعيش حياه صحيه. لازم تنزل تعمل اشتراك في الجيم وتجيب كوتشي وتجيب ترنج جديد عشان تتحمس وتتحفز، بدل ما تروح تجيب علبة بيتزا كبيرة قد كده. الموضوع سهل وبسيط، وانا هفضل وراكم لحد ما توصلوا للحياة الصحية وتتخلصوا من الامراض، تخسوا على الميزان. اهم حاجة برضو تخسوا على الميزان. مفيش حاجة اسمها اصل انا بعمل رجيم ومش هخس على الميزان واروح للدكتور يقول لي لا ده انا كده تمام. لا معلش، كده الدكتور مش عامل معاك الصح. طول ما انت عندك فيه كتلة دهنية وكرش والغليظ وعندك دهون، طول ما انت صحتك مش قادر تمشي وتعبان وبتنهج، عندك دهون لازم تتخلص منها، ولازم توصل للوزن المثالي علشان تعيش حياة صحية جميلة. كانت معاكم النهارده دكتور شيرين ابراهيم نصر. اتمنى اكون فدتكم وهفيدكم تاني، وهفضل وراكم لحد ما توصلوا للوزن المثالي بكل الطرق الممكنه. هعمل لكم متابعات كل يوم على جروب الواتساب، زي ما بتابع مع كل الحالات بتاعتي. بتوزني كل يوم وبتبعتي لي وبتقولي لي وجباتك اليوميه، وبنحدد مع بعض. لو يوم لخبطتي في وجبه بساعدك وبقول لك بتعملي ايه بعديها علشان تكملي مشوارك من غير احباط. بساعدك لو جالك اكتئاب ووقفتي الرجيم ومش قادره تكملي، بعمل لك نظام سهل بيكمل معاكي وبتبقي مبسوطه وبترجعي تاني. بحفزك نفسيا، بخليكي تلعبي رياضه عن طريق ان انا ببعت لك انظمه للرياضه. مش بسيبك، بحوطك من كل ناحيه. هتوصلي للوزن المثالي، يعني هتوصلي معايا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو انا ممكن ابطل علاج السكر؟ ممكن مع التغذيه العلاجيه ان انت تقدر تبطل علاج السكر نهائيا، خصوصا لو انت كنت من مرض السكر النوع الثاني او عندك مقاومه انسولين. لو السكر التراكمي عندك فوق ال6.5، يعني مش من 4 ل5، من فوق ال5 كمان، هتقدر ان انت تبطل دواء السكر نهائيا بالتغذيه العلاجيه. تعالى النهارده اقولك على شويه تعليمات وشويه تغذيه هتعملهم وهتمشي عليهم فتره معينه، هقولك برضو عليها جوه الفيديو. هتقدر تتخلص خالص من مرض السكر، وطبعا دي مفاجاه كتير منكم خالص ما يعرفهاش. اول حاجه لازم يبقى عندك عزيمه، لازم تبقى داخل وعارف ان انت فعلا هتبطل وهتتعافى نهائيا من مرض السكر. تاني حاجه لازم يكون عندك في يومك نشاط رياضي، يعني لازم تنزل تمشي كل يوم اقل حاجه نص ساعه علشان تزود الحرق في جسمك وتقدر تتخلص من المشاكل اللي موجوده عندك اللي مسببه لك مرض السكر. تالت حاجة التوتر، لازم تتخلص من التوتر وتهدى. مش دايما يقولك انت موتر نفسك، ده مزعلني لما جبتلي السكر.
التوتر فعلا بيعمل كده. تمام، هنوصل باذن الله لان احنا يبقى السكر التراكمي بتاعنا من 4 ل5، يعني هيبقى في النورمال باذن الله بالتغذيه العلاجيه. وموضوع سهل قوي، وهي اول حاجه هعملها همنع السكر الابيض. تمام، همنع ايه؟ همنع بدايل كمان السكر اللي مستخبي جواها سكر، زي ايه؟ المايونيز، الكاتشب، الصلصات اللي موجوده في السوق اللي انتوا بتاكلوها وانتوا مش حاسين ان هي فيها سكر. الشركات دي ضايفه فيها سكر بكميات كبيره قوي. تاني حاجه هتمنعها هي الفواكه المجففه، دي مليانه سكر. تالت حاجة هتمنع الفواكه نفسها، مش برضو المجففة بس، لا الفواكه نفسها. كمان هتمنع العسل. العسل بكميات كبيره بيعلي معاك السكر. انا مش هقولك ان العسل مش مفيد، العسل طبعا مفيد، بس هو مفيد ليك قبل ما كان يجيلك مرض السكر. في فيتامينز وجميل ومفيد للجسم وكل حاجه، وفيه شفاء للناس، بيعالج المعده وبيهديها. بس الكلام ده للبني ادم الصحيح من قبل ما تعك وتوصل لمراحل كبيره في مرض السكر. دلوقتي مالكش عسل، تمام، هتمنع العسل وهتمشي على النظام ده برضو فتره، هقولك برضو عليها لسه، استنى عليا شويه وانا هقولك على كل التفاصيل، وصدقني هتخف نهائيا. هتمنع كمان النشويات، خصوصا العيش والمكرونه. بليز، العيش والمكرونه ممنوع، ممنوع جلوتين خالص. هتمنع كمان البطاطس والبطاطا والشوفان، برضو من ضمن النشويات. احنا في فترة علاج دلوقتي. البطاطس جميلة من النشويات النظيفة، هي والبطاطا وهي والشوفان، بس انت مريض سكر فلازم هتمنع النشويات النظيفة كمان. همنع كمان ايه يا دكتور؟ علشان انا نفسي ابطل اخد العلاج اللي زهقت منه كل يوم اقعد اخد فيه، تعبت وزهقت. هتمنع البقوليات، عندك العدس واللوبيا والفاصوليا برضو هتمنعهم. الحل عندك ايه؟ هتاخد دواء اسمه الكروميوم، ده بيحسن حساسية الانسولين في الجسم، وبيخليك الخلايا بتاعتك متعطشة ان هي تشفط السكر من الدم. الكروميوم، تمام، امشي عليه فترة لا تقل عن 3 شهور، هتلاقي فرق كبير جدا في السكر بتاعك. لازم تاخد جرجير، لازم كل يوم تاكل بامية، البامية بتحسن جدا من معدلات السكر في الدم. لازم تشرب بقى ايه؟ قرفة، القرفة بتحسن جدا من مستوى السكر في الدم. بتاخد برضو خل التفاح، بتحطه على مية وبتشربه بالشاليمو عشان بيتعب السنان. يبقى بامية، خل، تفاح، قرفة، جرجير. هاخد كمان الكروميوم. طبعا هتخلص من السكر وكل النشويات، هتخلص من البقوليات، مفيش عسل، مفيش تمر، مفيش فواكه، مفيش صوصات ومايونيز والحاجات اللي مليانه سكريات دي. طبعا مفيش الاكل الجانك فود والمقليات والكلام ده، اصلا اوريدي مفيش في اي نظام تاني، مش عشان السكر ايه بس. تمام، هتقدر بالشكل دوت ان انت توصل لحياه صحيه. كمان مش عايزه يعني افكرك كمان تاني، وفكرت في اول فيديو وارجع افكرك تاني، ان انت لازم تعمل نشاط رياضي كل يوم نص ساعه. لازم 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 امشي جسمي عشان ابقى بصحه، عشان السكر يروح مني، عشان ابطل اخد دواء السكر. انا وراك لحد ما تخف وتبقى في حياه صحيه بحاجات بسيطه قوي. هتنام، هتقلل التوتر بتاعك، تخش في الديب سليب من يعني هتنام من 6 ل 8 ساعات، وفي خلال الفتره دي، وطبعا لازم تكون بالليل، هتخش في الديب سليب، اعصابك تبقى هاديه. حاول تفرغ مشاعرك السلبيه دايما في نوتة، او انزل امشي، او اكلم حد صديق قريب ليا افرغ مشاعري السلبيه فيه. ما ينفعش افرغ مشاعري في برطمان النوتيلا، هو مش مكان تفرغ فيه مشاعرك نهائيا. ما ينفعش افرغ مشاعري اروح اجيب سندوتش البرجر ال3 طبقات اللي مليان صوصات وهمبرجر مقلي، والعيش اصلا مليان جلوتين. كل الحاجات دي ما ينفعش، وانا مريض سكر، انا بزود الحاله عليا. تمام، بتفرغ مشاعرك بالشكل اللي انا قلت عليه ده، يا اما مع حد صديق وبتتكلم معاه، يا اما بتنزل وتمشي، يا اما بتروح الجيم، بتلعب رياضه، بتنام نوم هادئ، بتاكل الاكل الصحي اللي احنا اتفقنا عليه. جيت انت عليك عيد، فالعيد ده مليان كحك، بسكوت، مليان فتة بكميات كتير، مليان شوكولاتات، مليان حاجات طبعا مغريات كتير قوي. هتعمل ايه؟
لا انت خلاص بقى عندك الوعي الكافي ان صحتي هي احسن حاجة انا هعيش بيها عمري كله، هعيش 90 سنة وانا بصحة وهتخلص من مرض السكر. يبقى اول حاجة هعملها ايه؟ لو انا فعلا لخبطت في وجبة، في مناسبة، في عيد، هعمل ايه؟ هشرب مية كتير قوي 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 بعد الوجبة ديت. هنزل امشي نص ساعة عشان احرق الاكل الملخبط اللي انا اكلته دوت. هتخطى وجبة تانية بعديها. تاني يوم هعمل كيتو طول اليوم، هاكل بروتين ودهون طول اليوم، مش هاكل كارب خالص. تمام. انا عارفه ان قعده العيد بتبقى ممتعه والمناسبات بتبقى كمان ممتعه اكتر. هنعمل ايه؟ هنستمتع بس بهدوء. ولو حد جه يتكلم معاك وقال لك دلوقتي انت عندك مشكلة كبيرة قوي في ان انتي بتاكلي في الرجيم ومش بتشبعي، طيب المشكلة دي حلها سهل وبسيط. حلها هنا في العيش الأسمر. العيش الأسمر سواء كان عيش مدور كده أو عيش توست أو أي شكل من الأشكال، بس يكون عيش أسمر، عيش الحبة الكاملة، ده بيحسسك بالشبع وبيخسسك، لانك بتاكلي منه كميات كمان اقل من العيش التاني. العيش التاني بتلاقي نفسك بتفتحي فيه وبتاكلي فيه كميات 2 3 4 5 10 يفتح النفس. ده لا مش قوي يعني، طعمه اقل شوية، بس هيساعدك في مشوار رجيمك جدا جدا جدا. نصيحة تانية اقول لكم عليها تعملوها فانتوا بتعملوا الرجيم بتاعكم عشان تخسوا. في العشاء بلاش عيش خالص، نشيله خالص. انا باكله في الفطار، ممكن اكله في الغداء، ويفضل في الغداء ان يكون الرز. عندك الرز بتبدأي من الرز البسمتي، بعديها بيكون الرز الابيض. كمية عندك بتكون اقصى كمية بالنسبة لك 5 معالق. العيش بتاع الحبة الكاملة من افضل العيش اللي ممكن تاخديه لو انتي خلاص هتحطي في نظامك عيش. كمان عيش الحبة الكاملة بيساعد في عملية الهضم، يسهلها، يعني بيخليكي تهضمي الطعام بسهولة، يعني بيخليكي ما يحصلش عندك لا امساك ولا اسهال. وكل ما كانت عملية هضم الطعام سهلة وبتحصل معاكي من غير امساك، من غير اسهال، من غير انتفاخ، بتلاقي نفسك دايما بتنزلي على الميزان بكل سهولة ويسر، وكل يوم بتنزلي. لكن لما بيحصل امساك بتلاقي الميزان وقف معاكي. طبعا اكيد هتكوني لاحظتي ده، ولو ما لاحظتيهوش لاحظيه وانت بتعملي الرجيم بتاعك. عيش الحبة الكاملة بقى بيخليكي ما يحصلش عندك الامساك ده، حلو قوي في موضوع الامساك بجد، وعن تجربة شخصية كمان والله. وانا اصلا لما كنت حامل في ابني وتخنت مع الحمل، بعديها اكلت منه، وفعلا هو ده اللي ساعدني ان انا انزل في الميزان، لانه بيعمل شبع قوي قوي، شبع جامد فعلا يعني لفترات طويلة، وسعراته جميلة. يعني مش هقول سعراته قليلة، لا سعراته عادية، بس انت ما بتاكليش منه كميات كبيرة لان هو الكميات القليلة منه بتشبع. وطعمه مش نفس طعم، مش نفس حلاوة الطعم العيش الابيض، بس طعمه حلو برضو، بيحسسك بإشباع من حتة ان انا نفسي اكل عيش. انا عارفة احنا متعودين على ثقافة العيش مش عارفين نبطلها. وهو خطوة طبعا بين ان انت بتاكلي عيش ابيض كتير او فينو، وبين ان انت تبطلي العيش خالص، الجلوتين خالص خالص، ده خطوة في النص. فنبدأ مع بعض خطوة خطوة في مشوار حياتنا، ونبدأ نكتسب عادات صحية واحدة واحدة.